اللاعب الجزائري الحريف اللي قدامك ده اسمه أنيس الحاج موسى. بيلعب في فاينورد الهولندي، وتعالى أقول لك قصته عشان حرفيا عامل عظمة في أوروبا حاليا. من سنتين ونص بالظبط اللاعب ده كان بيلعب في دوري الدرجة التالتة البلجيكي، وطبعا الراجل عشان كانت إمكانياته أعلى بكتير من المكان اللي هو فيها، أندية أوروبية كتيرة حاولت تتعاقد معاه وفي النهاية راح فاينورد الهولندي. أنيس عنده 23 سنة بس، وهو الجناح الأساسي اليمين لنادي فاينورد. ولولا النهاردة كان فاينورد هيطلع من الدوري الأوروبي، لكن الراجل سجل هدف وصنع الهدف الثاني وأحيا آمال الفريق إنه يلعب الملحق بتاع الدوري الأوروبي. والمبهر أكتر إن أنيس بالرغم إن هو مش بيلعب رأس حربة وبيلعب جناح، مساهم في 14 هدف السنة دي مع فاينورد، وهو أكتر لاعب صناعة للفرص في الدوري الأوروبي. حرفيا مكنة صناعة أهداف شغالة مش بتقف. صحيفة سكاي سبورت نزلت من 4 أيام إن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع اللاعب، وإن الأندية الألمانية حرفيا عاملين خناقة دلوقتي على اللاعب، وبنفيكا عايز اللاعب وأندية أوروبية كتير عايزاه. اللاعب مهاري جدا وعنده إمكانيات عالية جدا، بس هو عنده مشكلة بسيطة في موضوع الفينش. لو يشتغل مع مدرب كبير حرفيا هيبقى عندنا وحش أفريقي مرعب، وحش جزائري هيرفع راية المنتخب الجزائري في الفترة الجاية، وافتكروا كلامي ده كويس.